السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي حبايبي كل جمعه وانتم طيبين. اتعودنا دايما من خالد عن نصايح، بمعنى ايه؟ ان في ناس كتير قوي بتعامل معاها تجارب مختلفه، كل شخص بيبقى مختلف عن التاني. بمعنى ان النهارده مثلا هنعيش تجربه حاليا دلوقتي مع بعض. العربيه دي عربيه جيت على بتاعنا من اسبوعين وخدناها الحمد لله. فيها شغل بقى، العفشه فيها بليه بتزن، فيها الازاز ده ما بينزلش، فيها حاجات، بس ده ما يحش او ما يغنيش عن استخدام العربيه. يعني ايه؟ يعني في حاجات سامعين العفشه بتطقطق، لو حد مركز كده فيها عفشه فيها شغل، بس فيها طقم كاوتش جديد، مكنه حلوه، فتيس كويس. المكنه مش حلوه قوي، يعني المكنه برضو عايزه ايه؟ شغل تظبيط، لان العربيه ريحه عالم طالعه كده، فيها شغل. هنستفاد ايه من الكلام والهري ده كله؟ عشان برضو يبقى احنا نقصر ان في عربيه ممكن استخدمها والمصاريف بتاعتها او الشغل مش ملح، مش لازم اعمله دلوقتي. يعني انا ممكن امشي بالعفشه زي ما انا ماشي، الازاز ما بينزلش، انا مشغل التكييف وماشي. فاهمين قصدي ايه؟ يعني في حاجه بتكمل حاجه، بتقدر تسند وتتعكز عليها، تتحرك بيها. لان انا معيش عربيات، العربيات معايا مثلا في عربيه فيها شغل، عربيه بتشد، عربيه تكييفها مش حلو. فانت بتستخدم الحاجه بالعيوب اللي فيها، بتستمتع بيها بالعيوب اللي فيها. نتعلم ان احنا ممكن نشتري عربيه مستعمله. ده الكلام ده للناس اللي بتبقى الظروف مش مظبوطه، الوقت مش معاه، زي كده. يعني الوقت مش معايا، يعني انا في هنا شغل، هنا مشوار، هنا شغل، هنا كده، مش قادر تقف تعمل حاجه. فهنا احنا بنمرر بقى التجربه دي والفكره ديت لمين؟ لحبايبنا واخواتنا، عشان يتعلموا ويستوعبوا ان مفيش حاجه ممكن صنايع. عايز اعلمكم برضو حاجات اللي بيها للناس اللي ما تعرفش. اللي عارف ده طبعا فوق دماغنا ومعلم. هو العصر اذن، انتوا فاهمين قصدي؟ ف تستمتع بالعربيه وتمشي بيها في حاجات امشي بيها. واشتريت مثلا عربيه مستعمله فيها شويه شغل وانا ظروفي، بس هي العربيه الماركه دي انا عايزها وانا ظروفي ما تسمحش دلوقتي، احسب بقى ايه؟ العربيه ثمنها كذا، والعقد المسجل كذا، والشد بكذا، بحط كل ده فوق دماغي مش اشتري. لو انا عايز عربيه بعينها ممكن انا شويه كده اشتريت خلاص، يا عم هركنها عند البيت مش هتحرك بيها. ربنا يكرمني مثلا في شغلي ولا حاجه، اظبط فيها واحده واحده وامشي بمبدا اللي احنا بنمشي بيه. احنا بنشتري وبنبيع كتجار. الناس اللي عارفه، انت بتشتري رخيص بتبيع رخيص، بتشتري غالي بتبيع غالي. انا اشتري دي غاليه والدنيا رخصت بعتها رخيص. ده اللي بيشتغل او اللي بيستخدم، مش بيستغنى عن عربيه. يا رب الرساله تكون وصلت. ببقى دايما عايز اضيف، بس طبعا انا بحكي كتير، معلش سامحوني انا اسف. بس في ناس بتقول لك انا بحب استفاد. دلوقتي بقى دوس لايك عشان ان شاء الله تشوف فيديو يعجبك. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلا بينا نخش نشوف السوق الدنيا فيها ايه. يا مساء الحال يا رب. اكس بي 2019. العربيه دي رشه بره في حته في القايم الشمال بتاع السواق، بيتكلم في 800,000، ماشيه 220 باسم مرور الجيزه، حوامديه، رخصه سنه. اهي تمام. خلينا نبص من هنا وادي من جوه اهي. البجات سليمه وكله سليمه كله، تمام. بسم الله ما شاء الله. ماشي خلاص، شكرا. برضو كان في حد قايل لنا على سروتو او الانترا. انا شايف ان دي حلوه بالحته اللي فيها كمان، بس ماليش دعوه، ما حدش ياخد او ياخد. انا بتكلم لاخواتي اللي متابعين وعارفين. ممكن تيجي مع حد، ممكن ما تجيش، اديك خدت فكره واشتري بكره. موديل 2007 فيها مرمات في الجناب، يعني سقف كبوت وشنطه اساسا مش راشين على كلامه. مطلوب لانوس، مطلوب اكسنت. العربيه دي اوتوماتيك وموديلها عالي، بيتكلم في 280,000 اهي. وادي من جوه اهي. ايوه عليكم. تكييف شغال؟ التكييف شغال. انا هسلمه لك، يعني هو ضعيف. خلاص نقول شغال. هو انت ضعيف. تظبط. عايز ازود لك الشحنه بتاعته. ماشي اهي. فاهمين قصدي؟ انا برضو في ناس بتبقى طيبه زي الحاج ده كده، فبيتكلموا بيجي سكه على طول، مش يقول لك ايه عايز شحنه. طب عايز شحنه اشحنهولي، لا هو بيقول لك انا هزود، يعني شغال. العربيه دي مش وحشه كحاله. السعر بقى بتاعكم انتوا. انا بالنسبه لي بعرض لكم واحاول ان شاء الله اشوف حاجات كتير مطلوبه، من ضمنها لانوس. كان مطلوب مننا في رينو حد من الصعيد، عشان برضو ابقى فاكر ان انا فاكره. شفت واحده دلوقتي ريمبو ب 85,000، بس كنبه بلدي مش حلو. فبنقول اللي لينا واللي علينا، خلينا نتابع ونشوف. ومطلوب مننا برضو تويوتا كرولا 13 مطلوب. الذاكره بتنشر كده واحده، الذاكره بعافيه عندنا شويه ايه. وفي فيرنا برضو مطلوبه. يا مسهل. هنحط برضو الحاجات المطلوبه
وبرضه بدائل ليها عشان نبقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هي موديل كام يا شيخ معلش؟ 4 فابريكا بالكامل. العربيه دي جديده قوي بتاعت راجل برضه كان بيتابعنا. بس العربيه عامله ازاي جديده قوي. دي بنقولها كلمه مجاز يعني. العربيه بالنسبه لاخواتها اللي هي في عمرها حالتهم عامله ازاي وهي بتبقى واقفه عامله ازاي فتقول جديده. فهمتوا قصدي؟ اهي من بره اهي. بتقول بكام يا شيخ؟ 280 ان شاء الله. بقول ب 280 مانيوال. 171,000 171 عداد. الصيانات كلها معموله، 2 كاوتش جديد، بطاريه جديده. تمام. عامل صيانات وصرف على العربيه، عربيه كاوتش يعني. راجل ان شاء الله نحسبه على خير اهي. فلو حد عايزها هيركب وهيمشي على طول. تكييف شغال وكله ها؟ كله كمان شغال. كله شغال ان شاء الله. لو حد عايزها ان شاء الله توصل معانا باسمه مش تاجر. دي ليبرتي موديل 2006 رشه بره ما عدا السقف يعني حاله متوسطه. هي حالتها من بره تشوفها حلوه واقفه متوسطه. بمعنى ايه؟ يعني الكاوتش فردتين قدام نوع وورا نوع. عايزه صيانه. التكييف مش شغال. شايلين التلاجة. مرور البحيره الرخصه بتاعتها سنه. من بره ايه؟ بس مناسبه للسعر اللي احنا بنشوفه. بقول 4.5 من كلامه. ما كان شرح الشاسيه. ايوه بحيرة لا سقف لا نظافة بره بس. تمام. دي من الحاجات المطلوبه برضو. لا كله بيبخ لا. دي لانوس موديل 99 مانيوال. واحد بيشوف عجايب هنا والله. بصوا هنا كده في عشان برضو بقى احنا عارفين صدرها سليم. الرقم اهو. تكييف شغال. دي تكييفها شغال اهي. بتقول بكام يا حاج؟ ما بقولش وريها له عشان نشوفها اهي نهائي عشان مش هنتكلم تاني عشان هنا اتكلموا كتير قوي. تفتح غير الباب اتفضل مفتوح. ودي اوبترا برضو مع الحاج. وهي دي مانوال ولا اوتوماتيك؟ لا دي اوتوماتيك. اوتوماتيك رشه بره كلها. موديل كام؟ 2007. 2007 بكام يا حاج؟ 275 اوتوماتيك. بس في عفره هنا بالعيق من جوه ايه. الاتنين دول مع واحد. رخصه 3 سنين مرور ايه؟ عدالة اهرام. دي كورولا 2012 على كلامه. سقف وكبوت وشنطه مش رشيل واخده جنبين. زيرو دواخل ماشيه 300 عداد. بتقول بكام؟ ب 610. 610 كامله فاتحه ايه من بره ايه. ودي من جوه ايه. مرور فقوس. الرخصه قد ايه؟ 2 و3 شهور. 2 و3 شهور. دي فاتحه ايه. نحاول النهارده نجيب الحاجات اللي مطلوبه ودي من ضمن المطلوب. بس يعني ايه في حد عايز حاله اعلى من كده عادي برضو ايه فوق المتوسطه بحاجه بسيطه. دي تويوتا كرولا موديل 13 رشه بره مع واحد تركي. مرور الجزيره. طبعا المرور ده بتاع المغتربين اهو من بره اهي. العربيه دي حلوه 13 سليمه دواخل اهي. بتقول بكام؟ 500 اهو. شغل تركي وممتع نفسه. خلاص شغل تمام. لو حد عايزها ان شاء الله تصميم العربيه دي حلوه. وده مش زبون دي باسمه وحتى مش جنسيتنا خالص عشان برضو بقى احنا بعيد عن القلق بعيد عن الكلام ده. خليكم متابعين معانا. نيسان كاشكاي موديل 2015. العربيه دي بره وجوه كامله بانوراما ماشيه 105 عداد مع تاجر. بيقول 720. لو لقيت حاجه تانية شبهها كده يعني نفس الموديل ونفس الحاله هنصورها هنشوف نعمل مقارنه. دي من جوه ايه. خلي بالكم انا بعد الف عايز اجيب سعر يكون في التحتاني. بس للاسف العربيات اللي بتبقى سعرها في التحتاني شويه وهاديه بيبقى فيها برضو ايه لطه هنا لمسه هنا حته هنا. فاهمين قصدي؟ بس فدي بالنسبه للحاله على اللي انا شفته كده
على الكلام كويس. الله اعلم لو مش جايه مع حد او شايف حاجه ارخص برضه يلاغينا ويبقى معانا. نشوف الكلام ده في الكومنتات. اللي وصل لحد دلوقتي يا جماعه ما داس لايك، يا ريت تدوس القناه تكبر شويه عشان هنبقى في حاجات عايزين نعرضها كتير باذن الله هتفيد الجميع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دي سيراتو موديل كام قلت لي؟ 16. العربيه دي رشه بره معقده، السقف كامله فاتحه. عدادها كام؟ عداد 150. ماشيه 150 عداد. بيقول 600 وكام؟ 680 بيقول 680. العربيه دي حلوه مش وحشه. انا شايف لانسر شارك 14 بره وجوه كامله فاتحه بيقول لي 680. 14 ها مش سيراتو بس بره وجوه طبعا. دي رشه ما عدا السقف اهي. سقفها اهو. في كام ده يا باشا؟ 86 يا حاج. تمام. هو سمعني انا بعمل فيديو بقى، لو حد عايزها ان شاء الله تواصل معايا. دي اللي 2021. العربيه دي بيتكلم في 9.5 بره وجوه. ماشيه 110 عداد. مرور الغردقه. الرخصه اللي فيها سنه. فيها توكيل باسم الراجل اللي هو في السوق بيها دوت اهي. اهي من بره. وادي جوه اهي. عاوزنا ننزل لك تصور. لا خليك معمول فرش الجلد. كان حد قايل على تويوتا بس دي طبعا اعلى من البادجت اللي هو قايل عليه شويه. ممكن تيجي مع حد تاني، ممكن هو يتصرف. كل ما تعرف الموديل احلى. العربيه دي مش وحشه ويا مسهل الحال. خليكم. دي كرولا موديل 2015. العربيه دي كان عليها حمايه يعني بعرفكم. بص الصاج اهو هتاخد جنبين على اللحم. عربيه بره وجوه. عدادها كام يا طارق؟ 96. ماشيه 96 بس الباب ده رش. لا ده ستيكر ده اللي ما اتشالش. ده ملزوق اهو. بصوا لسه بقول بص اهو شايفين اهو. لسه بقول له رش. قال لي ده اللي لسه ما اتشالش. بص لما شال كله عمل ايه؟ جسمها عمل ازاي؟ ده اهو بص بيطلع بالبويه. شايفين بالصدفه اهو. بص البويه اهي. شايفين بكام؟ ب 86. لازم يكون في عيب. العربيه دي لو خدت جنبين على اللحم مع عيل بوهاجي مظبوط والحاجات اللي هي ايه واطيه ديت والعتب ده يتعمل. العتب ده فيه بوهي قبل كده. في حاجات فيها بوهي على فكره بس اهو. شايفين العربيه دي حلوه. لما احنا نيجي نبص على اللي صورناها ال 13 اللي هي فيها فتحه دي برضو شكل جديد. الراجل اللي كان قايل على تويوتا فكر في دي مش وحشه. عدادها 100. قلت لي كام عدادها؟ انا بنسى. 96 ما حصلتش ال 100. ايه مرور ورخصه قد ايه؟ مرور توخ وفيها رخصه سنه. مرور توخ ورخصه سنه. لو حد عايز ان شاء الله. اللي كان مكلمنا على ال 12 او ال 13 انا شايف ان دي حلوه برضه. فكر وشوف. في حاجات كده بتبقى لقطات من الحاجات اللي هي ايه النوادر. العربيه دي هوندا ايكوارد. العربيه دي موديل 82. عربيه حاله ازاي؟ تكييف الازاز بتاعها عاده مش مكانتها. بص خدها عامل ازاي. بص لزقتها. شايفين اهي لزقتها. بص من بره اهي. بص من جوه العربيه بقى تفاصيل. بص العربيه عامله ازاي. العربيه دي بتتكلم في 120 ركوبه ياباني. بص عامله ازاي. بص بقى الصالون بتاعها اصلا الفرش القطيفه الاسود ده شايفينه. بصوا شكله عامل ازاي. فرشها بقى كله بالشكل ده شايفينه تحفه. الصالون اسود. في كونسوله كده فوق شايفينها. شايفين العربيه دي مانيوال. حاجه من الحاجات التحفه. العربيه دي جميله قوي. بص بنت الباب سامعينها بعلاماتها. بصوا اللي غاوي لو حد غاوي عايز حاجه زي كده العربيه دي حلوه ما شاء الله. ما فيش حاجه فيها مش شغاله. تكييفها حتى شغال. عايز يزود شحن. كيا سيفيا. العربيه دي موديل 2000 مانيوال. بيقول هي من ورا اهي. بيقول ب 200,000 بتاعت الحاج الكبير ده. وفي ناس بتشتري معاه تجار وعاملين عليه زباين اهي. في ناس بتعمل كده حيل وهو اصلا مش لا حيله في الرزق ولا شمعها بالموت. بس هنعمل لهم الله يصلح حالنا وحالهم يا رب. اهي دي بيقول ب 200 فايده.
حوض سليم، عدل لها الباور كهرباء. حلو. خد رقم الحاج بقى لو حد عايز ان شاء الله تواصل معانا. اللي جنبنا ديت طبعا النمر مش جايه. احنا مصورين واحده قلنا ب 200,000 صح؟ ده بيقول لي ب 275. الفرق ايه بقى؟ ان دي بره وجوه، يعني في مش عارف تجيبها بصراحه. مش جايه؟ مش جايه قوي. ما جاتش معاك؟ جايه الفانوس بتاعها بس. طيب هي العربيه دي الفرق 75,000 ده اول كلام طبعا من العربيه الثانيه، عشان بره وجوه فيها عكس ضمات، فيها رفرف، فيها بعض الحاجات. يعني المسافه بقى قد ايه؟ زي ما دايما بقول 200 300 متر، بتسمع 75 و80 و100، وبتسمع حاجات بقى غريبه يعني. خليكم معانا ادينا بنصور. خلصنا الصور، احنا بنلف بقالنا شويه عشان نجيب اسعار كويسه. الواضح كده ان كله مش شعبط فوق في الاسعار، مفيش حاجات تشدك، والحاجه اللي تشدك بنسمع فيها ارقام. ده اللي موجود. طبعا الفكره اللي قلتها الصبح او الطريقه اللي الناس بتتعامل بيها ما بيبقاش عندهم الخبره اللي هي تاهلهم ان يمشوا بعربيه. قلتها لكم الصبح، يا ريت لو حد وصل هنا او فتح دخل على هنا ما شافش يرجع لورا شويه عشان يسمع الكلام دوت. طيب بالنسبه للاسعار واللي احنا شايفينه في السوق، يمكن انا اوريكم عربيه، جينا عند عربيه تاني فرق 75,000. ده صباح الخير، 75 صباح الخير. طبعا نضاره البلاستيك اهو. يا جماعه احنا بنهزر، ما حدش يشغل باله بالكلام اللي احنا بنقوله عشان الناس احنا بنهزر في حاجات معانا احنا كاصدقاء تمام؟ يعني ما بنسفش على حد ولا بنتنمر، احنا بنضحك لحاجات معينه يعني. تمام؟ خلينا نكمل كلامنا. المقارنه اللي بعملها ديت بوريكم قد ايه عربيات بتبقى موجوده فيها فروقات في السعر والحالات، زي العربيه البيجو اللي احنا جبناها. لو هترجعوا الفيديو اللي فات، احنا جينا من مصر الجديده للهرم ب 110,000. يعني احنا فرق الجنبين. معلش انا اخد العربيه اللي فيها كاوتش وفيزا، وانا قلت لكم عايزكم تعمموا الفكره دي وتطبقوها وتتعاملوا بيها، هتنجحوا وهتكسبوا. حته بقى اللي احنا عايزين نقول في عيوب بتمشي بيها، ما تخافش. لان في واحد بيقعد يقول لك ايه، كنت انا عند واحد في مشكله في الفتيس، ما عرفنيش، رحت له قسما بالله زي ما بقول لكم كده بالظبط، ففي عندي مشكله في فتيس، فقال لي بص يا باشا انا هحل الفتيس، مش هقلده، خلينا اتكلم كده، هحل الفتيس بطريقته كده، والفتيس دوت هيكلف 15,000 اصلاح، يحط بقى ورقه ورقتين، يغير قلسيه الله على ما يعمل ايه، بس هو ب 15,000 وما اضمنلكش علبه البلوف. يعني فتيس طلع في خبطه في رزعه في اي حاجه ماليش دعوه، دي تبقى علبه بلوف بكام؟ ب 25,000. انا 15 25 40,000. طب ما انا اجيبه استيراد يا حاج لو ب 50 او ب 55. فقال لي لا ازاي استيراد برضو؟ بص بيلعب على العقل اللي قدامه ازاي. يعني استيراد ب 55، استيراد ده مش هتبقى فك وعارف اللي جواه ايه، انما انت كده عارف اللي في قلبه، انت فك وعامله كله على ايدك. قلت له يعني استيراد لا، واللي انت هتفكه وتعمله ده احسن؟ قال لي فتوقف بقى. تمام. الفكره بقى هنا ان نقيس على كده بقى حاجات كتير. ممكن تبقى انت ماشي التيل قد كده هيمشيك، ولا لو مشيت دي العربيه دي ممكن تتقلب بيك. بيلعب على العقل اللي قدامه، مستغل عدم معرفته، الا ما رحم ربي. مش كل الناس، في ناس احسن مني، ارفع كده عشان الشمس، في ناس احسن مني، بس احنا عايزين نبقى نوعي الناس ونعرفك ان دي تمشي دي ما تمشيش، بعيدا عن في ناس كتير محترمه واحسن مننا بكتير. بشوف كتير على السوشيال ميديا ناس بتنبه وناس بتنصح، يا رب يجازيهم خير. بس احنا بنشوف حاجات كتير بتبقى قدامنا محدش بيشوفها، عشان بحكم شغلي بحتك بالكلام ده. ولا واحد بيكلمني يقول لي اصل قالوا لي مش عارف عربيه فيها حته ايه واصل هترش كلها، حاجات كتير ضرر. ان شاء الله عايزين نخصص فيديوهات من الطريقه دي ومن الشكل دوت يعني، والنظام ده عشان تتعلموا منها وتعرفوا محدش يعني مفيش حد يشتغلكم. انما المعلمين طبعا احنا دايما هنقول فوق دماغنا، الاشباح كلها فوق دماغنا، حبايبنا اخواتنا. تمام. ده السوق النهارده، الاسعار اللي انتوا بتشوفوها. لف شويه هتلاقي حاجات كويسه، حتى لو على النت لف شويه واتعب، انزل اعمل معاينه، اتفرج، روح تعالى، بعيد عننا، ما يقول لك بتقول لنا بعيد عنا، انزل روح تعالى افحص، لازم لحد لما عشان تعرف قيمه الحاجه اللي هتجيبها. يعني انت ممكن تروح تلاقي عربيه وحشه تبقى زعلان، لا انت كسبان مش خسران، كسبان ان انت عرفت قيمه البص الوحش ماسك فيها بكام
ولما تقع في حاجه حلوه مش هتردد لحظه، عد. الناس اللي بيبقى عندها ايه قلق وتوتر دي هتعد وتدفع على طول وتشتري، يبقى انت كسبت ما خسرتش. اسف للاطاله، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اشوفك التفاعل عشان في حاجات كتير عايز اعملها وعايز اقولها، زي ما الناس بتقول لي كده اتكلم، انا بتكلم بناء على رغبتي. اخواتي وحبايبي فوق دماغي، والناس اللي بتعلق بدعاءات ده فراجل فوق دماغي، وكل الناس اللي بتدعم القناه بتدعمني، اخواتي وحبايبي فوق دماغي، ولو اعرفهم بالاسم اقولهم بالاسم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.